السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جبت لكم واحدة التحلية ما شاء الله بنينة بنينة بزاف بزاف، جربوها وردوا لي الخبر. جات روعة، ما فيهاش مكونات بزاف، بسيطة سهلة. هذه الكمية هذه دارت لي 12 كوب تاع تحلية صغير، واللي عندها الاكواب تاعها كبار راح يديروا لها 6 ولا 7 اكواب. نروحوا ان شاء الله لطريقة التحضير والمقادير. هنايا جبت زوج باكيات نتاع بريمو صغير، يدير غير 2500، ماهوش غالي. فتتو غير بيدي، فتتو مليح بيدي، ما كان ماشي شرط ديروا تفتوه ترحيوه بالروبو، غير باليد هكذايا. فتوه هكذايا باليد، ماشي شرط يتفتت مليح مليح. انا فتت واحد ومن بعد زدت الاخر من بعد. معناتها في باكي درت هنايا مغرفه كبيره تاع عسل، ماشي شرط العسل، كاين اللي يدير تحبي ديري واسمها مارغارين، تحبي ديري شوكولاته تاع ايطاليا. هنا درت مغرفه تاع عسل وخلطت مليح باش يجي شويه شاد روحو، ميجيش مفتت. جبت الاكواب تاعي، شوف كيف دايرين الاكواب تاعي صغار، جايين صغار بزاف. عمرتهم هذاك الكاطو اللي فتتو، عمرتهم غير ربع، ما عمرتهمش مليح مليح. هنا راح نحضر الكريمه اللي حنديرها من تحت. هنايا جبت ريتله نتاع حليب، زدت عليها 4 مغارف كبار تاع فلون، 4 مغارف مقبين تاع فلون. انا درت كامل هذا الباكي، هذا الباكي اللي يجي في الريتله تاع يندار فيه ريتله تاع حليب، واللي عندها هذاك الباكي كبير تكير 4 مغارف مقبين. زدت عليهم مغرفه نتاع سكر، وزدت عليهم 3 مغارف تاع نشا. ولي تحب دير تخلط بين النشا والفارينه، دير مغرفه تاع نشا وزوج مغارف تاع فارينه، كيف كيف نفس الذوق. خلطهم مليح، خلطهم مليح هكذا حتى يذوبوا، ومن بعد هاتيك نحطهم فوق النار حتى يخثر لي الخليط، حتى يولي خاثر. خليه حتى يغلي، كي تشوفيه الخليط بدا يغلي نحيه من الفرن. شوفوا كيف ولا الخليط، ولا خاثر. نزيد عليها بوطه ياغورت هذه تاع فلون كراميل، ونزيد عليها ونخلط مليح، خلطها مليح. ونزيد مغرفه تاع مارغرين، نخلطها مليح حتى تذوب. خلي هذيك الكريمه تبرد غير شويه، ومن بعد هاتيك نروح نعمر الاكواب نتاوعي، نجيب غراض هكا صغير ونعمرهم للنصف.
هنايا قطعت حبة بنان، غير حبة بنان برك قطعتها رقيقة هكذا دوائر، وزينت بها هذوك الأكواب، درتهم في الأطراف بهذا الشكل. ومن بعد جبت هذا الساشي تاع الكراميل، هذا جا مع الباكي تاع الفلون. حنزينهم هكذا بالكراميل، نديرهم غير شويه شويه. هذا الاكواب اللي درتهم، درت فيهم نصف الخليط، وبقى لي نصف الخليط الثاني. درته هنايا في التبسي تاع الزجاج، غطيته خليته يبرد مليح مليح، درته في الكونجيلاتور يبرد. بعد ما برد لي مليح مليح، حنزيد له، زدت له 3 مغارف تاع بودرة الشونتيي، 3 مغارف معمرين. وزدت له 2 مغارف تاع ما كلاصي من الكونجيلاتور. واللي ما تحبش دير الماء، دير 2 مغارف تاع حليب ثاني يكون بارد. انا ما درتش الحليب خاطر ما كانش عندي متوفر. ومن بعد هاتي كنخلطهم بالخلاط الكهربائي. ها الكريمه تاعي شوفوا اللون تاعها كيف تبدل في الابيض. حنزيد نديرها من الفوق بهذا الشكل. انا درتها في هذا لابوشادو، جاتني شويه واعره. اللي ما قدش يديرها في لابوشادو يدير غير بالمغيرفه. عمرتهم بهذا الشكل. بعد تيك زينتهم بالكراميل اللي بقات لي. ورشيت عليهم شويه قاطو هذاك اللي بقى لي. ماشي شرط القاطو، اللي حاب دير الكاوكاو، اللوز، البيستاش، على حسب الذوق تاعكم. شوفوا كيف خرجت لي مع التالي. حنوريها لكم الداخل كيف جات ما شاء الله روعه، بنينه بنينه بزاف. ولادي ولا غير كملوها في دقيقه. عجبتهم بزاف، قالوا لي عاوديها.
ان شاء الله يعجبكم الفيديو نتاع نهار اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والى اللقاء، نقول لكم صحه فطوركم.